صدقون اقولها بعد 1000 سنة، اي عراقي يطلع بمهمة خارج بلده والله العظيم مو دفاعا عن العراقيين، لكن هاي شيمتهم وهاي غيرتهم. لو تعطيه مليارات الدنيا كلها ما ينطي ببلده شعره واحدة، وهاي شفتها انا. حتى كان في وقت حسين سعيد، اسمعني، اللي حكى صالح سدير، هو حكى عماد محمد، واللي حكى رزاق فرحان، يعني لاعبين اعتقد مو بنادي واحد متواجدين الولد موجود. سوي اتصال وياهم قول شنو اللي صار بالمحاضره وشنو اللي صار الكلام هذا، ما موجودين. المهم استاذ كامل، انت تقول اذا قنعون اللجنه الفنيه في قناة وار الاخ الكابتن العزيز احمد تحياتي له والكابتن رزاق فرحان تحدثوا وانا سمعت الحديث. علي ان افتح تحقيق في هذا الموضوع. انا ابن بلد وانا مسؤول في اتحاد كرة القدم مثل ما الكابتن مسؤول ناظم شاكر. علي ان افتح تحقيق عن اللي سمعته في قناة وار، ان نكون احنا مسؤولين. اليوم احنا لا نبيع ولا نشتري في المباراة. كابتن تحياتي لابو فهد، كابتن ابو فهد من غلب الايران في عقر دارهم، وكنا نحتاج ان نفوز على ايران، لكن كابتن ابو فهد غلب الفريق الايراني في عقر داره علينا. لكن اللي وصلنا هسه بتحدثنا قبل ساعه في قناه وار، كان السيد طه ابو رغيف يتحدث مع الاخوان وداس مع البرنامج، كانت لي مداخله. احنا ما نسمح الانسان ان يبيع بلدنا ويبيع مباراه وكذا، ما نسمح نهائيا اطلاقا. علينا نفتح تحقيق في هذا الموضوع. حول المساء احمد الكابتن احمد كاظم تحدث في حديث يعني موضوعي، فقال يعني اذا تدرون تفتحون تحقيق في هذا الموضوع، فاحنا حاضرين يعني يوم الاحد راح نفتح تحقيق في هذا الموضوع. علينا اذا نسمي مدرب يقدم للعراق. انا ما عندي شك في الكابتن اكرم سلمان ولا اتحدث في هذا الموضوع ولا عندي، لكن علينا اللي سمعناه في الحديث اللي تحدثوا به الاخوان الكباتن رزاق فرحان وعماد محمد والاخ الكابتن احمد كاظم، علينا اتحاد كرة قدم ان نتأنى لكون احنا محتاجين الفوز. الكابتن ابو فهد تعرف يعني اليوم العلم العراقي من رفرف في عقر دار ايران، كنا سعداء جدا في انتصارنا على فريقنا بقيادة الكابتن ابو فهد. كامل واضح. وانت تقول يعني احنا بصدد فتح تحقيق يوم الاحد القادم بالموضوع. نعم يعني حتى اللي شفناه نشوف شنو النتائج اللي شفناه ومسؤول على كلام. احنا ما نسمع عن نفسنا، ويعرف الكابتن ابو فهد وانت تعرف استاذ حيدر، ما نسمع عن نفسنا ان تنباع المباراه من قبل حسين سعيد واكرم سلمان مع الفريق السعودي ب 2007. شكرا جزيلا استاذ كامل صغير، ما قابل على الكلام. كابتن ناظم لا اكيد انا اقول له لابو سام، انا حكم تواجدي كنت موجود هناك يعني هذا الموضوع. حتى الكلام في وقته حتى استغرب به حسين سعيد لما كان قاعد فوق وكان يحكي ويا الجانب الاخر يعني ماكو بيع مباراه. لا انا متاكد من لاعبين. هي مشكله من استاذ ابو سام قال له احنا تحقيق افتح تحقيق راح تعرفون كل المخفي وكل اللي صار في وقتها، ولا اعتقد شيء من هذا القبيل موجود. ومثل ما شفتوا مباراه مثل انتم ليش تحكي على المغزى مال هذا خلينا نحكي كموضوع مباراه. انتم كلكم شفتوا مباراه مع السعوديه، شنو اللي صار بالمباراه؟ اعطيني مجريات المباراه. مباراة ندية ضربة جزاء سواء اللاعبين. احنا نسمع من اللاعبين ويا ريت نسمع من كابتن اكرم سلمان. يعني استاذ حيدر نسمع من اللاعبين يقول لك، حتى قال العماد قال لك تريد تصير هداف براسي. نعم يعني تريد هداف براسي على شنو؟ دا يحكي اني اخي احيانا اكو مباريات اجي اني اطلب من اللاعبين انه نوعا ما من الدفاع انطيه واجبات دفاعيه 80%. هاي المباراه يخدمني التعادل يوصلني لمرحله معينه، من اطلب واجبات دفاعيه من الواجبات الهجوميه اقللها، من هذا مسؤوليه مدرب استاذ حيدر. احكي لك هذا جانب. الجانب الاخر الاهم انه مجريات المباريات تقرا لك الامور كلها. منو اللي حرك الموضوع؟ من الخلف، من خلف الكواليس، منو اللي حرك الموضوع؟ اللي كانوا مدعوين مع الوفد العراقي. شنو مصلحتهم؟ بعد تسالهم ولا ما لا شو بعرف مصلحتهم. يخرب هذا يحكي على هذا. مدعوين شنو مثلا؟ مين مدعوين من البطوله كنا موجودين. رياضيين يعني؟ نعم رياضيين. رؤساء انديه؟ تقريبا. تقصد سمير كاظم؟ لا مو بس سمير، هواي جوي ناس خوف. مو بس سمير. لا هواي جوي. سمير يعني من ضمن. لا هواي جوي مدعوين. انا سمعت انه حتى كان سمير كاظم يعني خليتوه بدائره الاتهام. منو خلاه؟
يعني كاتحاد كره قدم ربما كاتحاد شكل، بس اللي مدعوين هواي كانوا مدعوين. تعرف بطوله الخليج هم يدعون كثير من العراق وكل دول اخرى. فاللي صار هذا اللي صار، بس احنا ما ممكن ان نروج الناس. تريد تعرف حقيقه هذا الموضوع. انا متواجد هناك وعشت الحاله للاسف. بعد الخساره قلت لك، واحنا شفت المباراه، انت تشوف المباراه، خلي يعيدوها للشعب العراقي هسه المباراه. بالمناسبه يعني عيد المباراه، خلي يطلع رياضي يقول هاي المباراه مبيعه بالنديه الموجوده والضربات الجزاء اللي صارت علينا والتسجيل السعوديه واندفاعهم علينا وحرجونا اكثر من مره، وحتى احنا عرجناهم. مباراه كانت مشتعله. ليش اللاعبين يعني حتى ورا فتره وبقوا على نفس رايهم؟ مثل صالح سدير طلع بالزميل نواف وزميلنا حيدر صباح ونفس الكلام. شو يقول يعني بدال المباراه؟ قال عماد محمد بالمحاضره، كابتن اكرم سلمان قال لنا يعني ما معناه لو على التعادل، قال لي يعني اذا تجينا فرصه شلون؟ كابتن عماد قال بس انت اللي تحكي هذا الموضوع، انا مو بالمحاضره بس سمعت اللي صار. يعني انا هسه من دا اقول لك مو دفاعا عن استاذ اكرم وغير اكرم، لا احنا نوضح. انا اللي حوضح لك حاله معينه. انا قلت لك مباراه تخدمني اليوم، التعادل يخدمني، اسجل هدف يخدمني، ما اسجل هدف يخدمني. انا اطلب من فريقي احسن ما اعطي خساره. زين ليش ما نشوف الرئيس يعني الافضل والاقوى واللي كان حاضر اللي هو الكابتن اكرم سلمان؟ يعني اتصال هاتفي. كابتن اكرم السلام عليكم ومبروك المهمه اللي تدريب المنتخب الوطني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني وسهلا بك كابتن اكرم. شو تفسر هاي رده الفعل اللي صارت بعد اعلان تسميتك مدرب للمنتخب الوطني، سواء من الجماهير سواء من اعضاء في اتحاد كره القدم من اعلاميين؟ رده فعل قويه جدا، وفي اغلبها تمحور حول مباراه السعوديه في خليج 18، وعلى انه انت مع الكابتن حسين سعيد كنتوا متفقين مع الجانب السعودي على بيع المباراه على انتهاء بالتعادل. تعرف يعني هاي الاقاويل. انت اليوم اكرم سلمان تفاجئت بهاي رده الفعل لو تشوفها طبيعيه، شو راح تتعامل وياها بالايام القادمه؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك، تحية للكابتن العزيز ناظم شاكر، وتحية للسادة المشاهدين إذا كانت مالك ضايع. يعني وسهلا بك. يعني أنا متوقع هذه، لأنه صار أكبر منها صار كذا تقبلت خليج 18 صار أكثر منها. ولكن يعني احنا يعني ما حاول تدخل بتفاصيل الأمور اللي حدث، ولكن التاريخ يعني كشف الان لحد الان كشف امور كثيره جدا. يعني هي اساسا الحاله، ولو هي مو كلها المفروض هذه نتكلم عليها، ولكن كابتن اكرم يا رب. نعم الو وياك نسمعك. لا انا اشوف انه هي وقتها، لان هي اغلب رده الفعل الان عليها، على هذه المباراه، على خليج 18. طيب ماشي على خليج 18. نعم الان يعني التاريخ هذا يعني حوالي 15 سنه تقريبا مر على الحادثه هذه. الامور الان اصبحت مكشوفه. هي اساس المشكله. تدري انت الفتره اللي دربنا فيها المنتخب بعد خليج 17 كانت مطالبه الجماهير انه تغيير لاعبين، تغيير كذا، واعداد الفريق. واشتغلت يعني ويتذكر الكابتن ناظم اشتغلت في هالمجال هذا، وحضرنا فريق، اخذنا الالعاب الاسيويه في الدوحه، اخذنا صدرت مجموعتي بالنسبه لتصفيات اسيا وراحوا على النهائيات، وشاركنا في بطوله خليج 18. في خليج 18 يحصل هو اساس المشكله انه اختاريت انا بالذات يونس محمود ككابتن فريق. هاي ولدت فجوه بيني وبين بعض اللاعبين، عارف كيف؟ جينا على البطوله نفسها. احنا كان عندنا مباراه مع السعوديه. مباراه السعوديه ما لهم يعني يخسر يغلط ما عنده شغله، هو ضامن الصعود. احنا كان يكفينا التعادل في المباراه. انا من خلال تحليلي وحساباتي وتناقشت هذا الموضوع مع الكابتن حسين، الكابتن عبد الخالق مسعود، ناقشت في هذه الامور. انه قلنا انه الفريق المنظم للبطوله دائما نشوفه الى حصه النسب في احراز البطوله نفسها، تعاطف الحكام وغيره. ولهذا حساباتنا كانت انه نتحاشى فريق الامارات حتى مثلا نضمن انه نلعب مع عمان. كان فريق متواضع،
ونصعد بالنهائي مع الامارات ان شاء الله. انه تسعى انت يا اما تتعادل يا اما تفوز. زين، هاي الظروف معروفه، لكن شنو اللي صار؟ اللي بعد المباراه اللي صار؟ اللي صار اللي انا بالمحاضره انت تعرف كثير من المدربين في كثير من البطولات انه انت تسعى الى تعادل بدل ما تسعى مثلا الى فوز، يعني تطلب من اللاعبين انه يفوز مثلا. انت تسعى الى بطوله الى تعادل في سبيل انساق الفريق اللي مرتاح له انت. وهذا حصل عندنا حتى بالاسيويه، الاتحاد السابق كان موجود. زين. المهم انه انا في تقديري انه كان هنالك مؤامره كبيره على الاتحاد وبشخص حسين سعيد، وتتعرف كل شيء. مؤامره على الفريق سواء كانت من داخل الفريق ومن خارج الفريق، وحتى شارك فيها الحكم الاماراتي علي حميد. عرفت شلون؟ فاللي حصل انه حتى احنا يعني حتى في حاله خسارتنا، وهي صارت انه ضربه الجزاء اعترف بانه ضربه غير صحيحه. زين؟ كان خساره او تعادل قطر والبحرين، احنا نصعد، احنا ما نروح على دور الاربعه. شوف يعني حتى هذا الاتفاق كان ما بين قطر والبحرين انه البحرين لو جابت جول تصعد بالدور الاربعه، وحصل بالدقيقه 94 انه البحرين جابوا الجول، واحنا فرص كثيره وبتسع لاعبين فرصه كثيره، يعني سمحت للاعبين نفسهم المهاجمين. وانت لما مثلا يقال انه هذا قالوا انه من عباد محمد انه لا تسدد، يمكن انت خسران، يعني انت يهمك التعادل، هاي معروف. انت خسران وعندك كابتن اكرم، انت صحيح بالمحاضره قلت لعماد محمد لا تصير هداف براسي؟ ما هذا الكلام يجي عفوي نوبات، يعني انت من تطلب تقول يابا احنا خلينا نهدف نحافظ على اللعب مالنا، نلعب احنا مو ما نلعب، نجيب جول مو مشكله، ولكن التعادل حيفيدنا اكثر مما نطلع احنا غالبين نواجه بالشبه النهائي، نواجه الامارات. انا اريد اواجه الامارات بالنهائي. زين. هذا هو زين. هو هذا انت ككابتن اكرم سلمان شلون راح تتعامل ويا هاي رده الفعل اليوم؟ انت بتوقع هاي رده الفعل؟ والله يعني ما لحد الان ما ولا قريت ولا كذا، لانه لا، هي رده فعل قويه بالشارع. ايه ومرتبط واجد مع فريق نادي الطلعه بكره عندهم مباراه، ولا قريت ولا كذا. يمكن والله ما ادري، يعني انا افسر الامور هذه تدري انت تفسرها، تعرف تفسرها. امور كثيره مثل ما حصل بالسابق. انا الحمد لله انه مدرب، هاي 45 سنه انا ادرب، خلقت جيل من المدربين، جيل من اللاعبين، كابتن ناظم لاعب عندي ساهم في كاس العالم، لعب كاس العالم، وكان يعني حتى كان عمره ذاك الوقت انه يطالبون انه عمره كبير، وبالعكس خليته يلعب وراح لعب شارك في كاس العالم. قول يدافع لك اليوم. نعم. المهم كابتن اكرم، انا اريد اوصل وياك نقاط مهمه من خلال هذا الاتصال. ككابتن اكرم سلمان، انت تقول انا راح اتحدى كل هاي الظروف واستمر؟ طبيعي انت كمدرب وطني، انا انجازاتي، انا ساهمت في صعود العراق الى كاس العالم 86. زين. ساهمت في حصول العراق كاس اسيا 2007. انا حضر الفريق، وانا محضر الفريق وكمدرب اجنبي قادم. زين. ساهمت في كثير من امور كره القدم، يعني هاي هذا الجيل الرابع اللي انا اشتغل عليه. زين. موضوع الشهاده كابتن اكرم، موضوع الشهاده اثير، يعني يقول لك كابتن اكرم لا يمتلك شهاده اي ولا بي، شلون راح يتعامل مع هذا الوضع؟ هذه همينه محلوله كابتن، هذه همينه محلوله، يعني انت تعرف اني هاي الشهادات الموجوده عندك كان تقييم كثير من المدربين على وضع شهاداتهم وخبرتهم. انا الموسم الماضي مع نادي الصفا موسمين انا حصل بطوله الدوري، والموسم الاول بطوله الدوري، الموسم الثاني دوري وكاس ونخبه. وعندي العيدي مالتي للاتحاد الاسيوي يدز الاتحاد اللبناني، العيدي مالتي للاتحاد الاسيوي يسوي الباجي الاسيوي اشارك فيه مدير فني. وهذه الامور محلوله ما فيها شيء. الان الاتحاد يدز الاتحاد الاسيوي الرقم العيدي مالتي حد يسوي لك الهويه الاسيويه، ما فيها شيء هذا. طيب. ومع ذلك الوحيد الامتناني اللي ما دزيت مستمسكاتي كلها للاتحاد الاسيوي،
يمكن هم من اجي راح ادز الاتحاد الاسيوي. طيب راح يقيم الاتحاد الاسيوي. كابتن اكرم، موضوع المساعد ترك الك، يعني الحين جيتك الى بغداد يوم الثلاثاء ان شاء الله بالسلامه، وانت تختار مدرب الى جانب الكابتن نزار اشرف والكابتن عماد هاشم، ابقى عليهم الاتحاد، وقال لك المساعد الاخر يختاره كابتن اكرم، لان انت قلت لهم انطوني صلاحيه اختيار المساعد الباقي. من اللي ببالك مساعد؟ صراحه اطلع لنا بشيء. هذا الكلام استاذ حيدر، استاذ حيدر، هذا الكلام مو صحيح. اولا اتصل فيه رئيس الاتحاد ويعرفوا اني بالنسبه لي كل مدير فني ما يقبل جهاز فني اذا ما هو يختاره. عرفت كيف؟ قال لي احنا موجودين نزار اشرف وموجود عماد. زين قلت له بالعكس انا نزار عندي لاعب زين ولا اصبح مدرب صفوف وجيد زين. وعماد هم نفس الشغله، هم عندي لاعب ولا مدرب. فاثنينهم ساهموا في عمليه قياده ومساعده الكابتن نفس الحكي ما اختلف. رابط فيشل. زين. فانا ما عندي مانع، قلت لهم بالعكس اولا استفدت من خبرتهم خلال هاي الفتره. اي انا ما نفس الكلام كابتن اكرم، انا نفس الكلام قلت لك الاتحاد وياك بقاهم، بس بقى واحد مكان الكابتن يحيى علوان انت تختاره. منو هذا؟ بقى عندنا واحد، مو واحد اثنين مننا، مو واحد اثنين راح تختار. مدرب لياقه بدنيه، مدرب لياقه بدنيه. زين. عارف؟ ومدرب مع الكابتن نزار. منو ببالك؟ كثير اسماء. منهم؟ كثير اسماء مطروحه. منهم؟ انا فضلت انه من ارجع اليوم، يعني ارجع الاسبوع القادم ان شاء الله عندي مجموعه اسماء اطرحها واناقشها مع الاتحاد. منهم اعطينا اسمين ثلاثه من اللي عندك. والله يا كابتن، والله كثير يعني كثير، بما بيهم الكابتن ناظم يعني اسمه موجود. في كثير اسماء، يبقى الرغبه، هل انت عندك رغبه تشتغل مع الكابتن اكرم؟ هاي مهمه يعني، انا الان ما عندي اتصالات فيه. فانت لازم تعرف هذا الشخص يشتغل، يعني هل يشتغل وياك مثلا اكو لاعب مدربين يقول لك والله انا يعني مدرب مثلا مدير فني يعني. عموما كابتن اكرم الكلام هو حول هذا الموضوع، لكن انا اريد منك وعد مباشره بعد جيتك الى بغداد تكون وياي بالاستوديو، نخصص ساعه كامله للحديث عن هذا الموضوع، يعني تكون ويانا باول وصولك الى بغداد. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن اكرم سلمان، وضحت بعض الشيء، يعني قلت الموضوع كله كان عباره عن مؤامره في تلك الفتره على الكابتن حسين سعيد وعلى المنتخب الوطني، لانه انا انطيت اشاره الكابتن الى يونس محمود. هذا الموضوع راح نجي عليه، راح ياخذ منا حلقات. طلع انت مرشح مساعد. والله ابقى قاعد يمك انا مع اعتزاز بالاستاذ اكرم. بس هم تقول شهاده اعتز بها من الاستاذ اكرم، مدربي وانا لاعب عنده، وانا من تكلمت قبل ما يطرح ولا انطرح ولا انطرح، يعني اسمع شنو يعني زين، اني ولا غيري كنا خدمه هذا البلد. وبعدين اكو نقطه مهمه انه استاذ اكرم قلت لك معلمي، مدرسي، استاذي، مدرب.